يا يزيدي وين القحطاني؟ ادخل ادخل ادخل. يا عبد الرحمن يا عبد الرحمن يا عبد الرحمن كيف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الحاضرون جميعا اهلا وسهلا بكم معنا في النسخة الرابعة على بطولة الناصر الرمضانية للمحترفين. وقبل ان يبدأ الحفل نود ان نوجه رسالة شكر ورسائل شكر وتقدير وعرفان للقائد الناصر الذي جعل من المستحيل واقعا ملموس ومن الاحلام حقيقة نعيشها وتعشقها النفوس. اليوم نقف امام عملاق من عمالقة العطاء، رجلا لم يكتفي بأن يكون مجرد داعما للرياضة، بل كان مهندسا للأحلام وحارسا للإرث الخالد، أنه الناصر يا سادة، الرجل الذي حول الطموحات إلى واقع وجعل من الرياضة نقطة رسمية للتفوق والألهام. الناصر هذا الاسم الذي ينطق بكل فخر واعتزاز لم يكن مجرد اسم، بل كان شعلة من الإيمان وقوة دافعة لكل من آمن بأن الرياضة ليس مجرد لحظة، بل هي رسالة سامية من شأن الإنسان وتحليل قلوب روح المنافسة الشريف والعزيمة التي لا تعرف المستحيل بفضلية الثاقبة وإيمانه بقوة الرياضة. أسس الملعبية يتذكرها كل من مر في عالم الرياضة الأبيانية، لتصبح منارات للإبداع والتفوق. هذه الملاعب لم تكن مساحات خضراء، بل كانت مدارس للأبلة وحاضنات للأحلام، كل شيء فيها يحمل بصمات أسرارها، وكل ذرة تتراوح فيها تنطق من الناصر. ولا يكتفي بذلك بل أضع هذه الأنارات العملاقة تصبح مشاعلا تنير درب الأجيال القادمة. هذه الأنارات لم تكن مجرد هواء، بل كانت رمزا للأمل وأشارة واضحة بأن طريق النجاح ورفض الظلام. كل شعاع منها يذكرنا بأن الناصر كان ولا زال ولا يزال منافسا. ناصر لقد كنت القائد الذي قادنا إلى بر الأمان ورفع من شأن طموحاتنا، وشكرا لك الناصر لأنك كنت القلب النابض القضاء والروح التي ألهمتنا نسعد على القمة. نعد هي حاجة اتصل بي سيظل خالدا في يا عبد الرحمن، اتصل بي لو في حاجة اتصل بي في سجل العظمى. معها حكاية الإبداع والتميز تبدأ مع الامتياز. شعلة بطولة الناصر للنسخة الرابعة، شعلة بطولة الناصر للنسخة الرابعة تضيء مرة أخرى. 4 سنوات من العطاء، 4 سنوات من العطاء، 4 سنوات من التميز، 4 سنوات من النجاح، 4 سنوات من الحياة الكريمة والحكايات المتميزة يا سادة. أعلم معنا هذه البطولة الرائعة والبطولة المتميزة في بطولة ناصر الرمضانية للمحترفين الرابعة، نسخة كل نسخ الأبداع المتميز والأسرار الكبير لهذه المتعة الرائعة والمتعة الكبيرة بكل تأكيد. الحاضرون جميعا قوموا بمجهود الشوية والبداية الكبيرة لهذا المسار. يا عبد الرحمن البت كيف؟ البت
الشغلات التي تعطي الآمال وتعطي على أثارها. يبدو بأنها نسخة الرابعة لا محدودة الجنون فيها. نسخة الرابعة المتعة تتميز، المتعة تستمر حتى إشعار آخر، حتى لقاء أكبر، حتى عطاء أكبر. بكل تأكيد الحاضرون جميعا يسعدنا من اللحظات الأولى ومن البدايات الأولى ومن القصة الأولى ومن الحكاية الأولى أن تكون معنا في هذا اللقاء الكبير، اللقاء الرائع، اللقاء يحتملهما وترسل رسالة بأن الكل يقف لأجل كرة القدم. ايوه عبد الرحمن لو سمحتم يا اخي الدرون ما اعتقدت. خلوا الدرون تلعب عن عادي. هذا المعلق بالليزر مالك. اطلع لعب محمد صائم. الكاميرا تبان الحاجات فيه، اشيك تبعد المكان هذا. شغله بقى يا سلام حسين، شغله بقى كيف من ايه؟ شفت هذا المكان الدوار اطلع فوق. لا فوق حبتين ها هي بتتبعدل عليه. إذا بعد أن أضاءت التي قدمت من الداعم الناصر عبد الرب منصور هادي قائد ولاية الحماية الرئاسية يرحب بالحاضرين جميعا. ونبدأ في أول فقرات بآية من الذكر الحكيم، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. جزاك الله خيرا. أما الآن مع الكلمة الترحيبية باللغة الإنجليزية للأجانب الذين حضروا معنا في ملعب النصر. Our honorable audience, all present, may Allah mercy and blessing be upon you. You are welcome to the 4th edition of the Nasser Ramadan Championship. First of all, I would like to thank the Brigadier General Nasser Abdurrabba Mansour Hadi for everything, for his support to our youth, to our sports, because he is the man, he is the first man who built like this sports grounds in our area. We have different addition, highlights, and the modern acrylic generators. Our rooms out of the city. Don't worry. If you want to watch all the matches, you can watch them in our channel on the YouTube. We will present our matches online. Finally, I hope that succeeds to organization committee and participating teams, to the referees, to everyone who participates in the big festival. And I convey a message to those people who are trying to obstruct this championship. We are here where you are. We will continue forever. Thank you so much. شكرا لأستاذ ناصر. خلاصة الكلام الذي قال أهلا وسهلا بكم في النسخة الرابعة لبطولة الناصر الرمضانية المحترفين. أما الآن تستعد الأبرز الفقرات في العرض، هي فقرة المتعة والإبداع بكل تأكيد مع لقطات متميزة وكبيرة يبدأ بها القوة الكبيرة. فليتفضلوا عشاق الجمباز والمتعة البصرية الحركية في هذا المساء.
له فيه يا حي من جانا ويا زينة من جيه نمثلك يا ضيف تنجلنا على الكيف بيوت يا بيت جيت بشتا وصير الحب تاريخنا شرق وغرب عقل وقلب بكل الفرحة حبوب الحب تاريخنا شرق وغرب عقل وقلب الحبوب هلا بيكم يلا حيهم بقلوبهم جنب صوت عالي ما يوقف بالتالي احنا وانت كون نغمتنا ليالي شاب وقلب كل الفرحة شاب وقلب عقل وقلب يلا حيهم بقلوبهم هلا بيكم كل منا يا حب واحساس حيا يا ذا المحيا يا لوحة الناس ما حد وقياس غني للعالم هيا بالتالي احنا وانت كون ونغمتنا ليالي لنا شنب وغرب وعقل وقلب كل الفرحة الحبوب شنب وغرب وعقل وقلب الحبوب هلا بيكم يلا حيهم بقلوبهم هلا بيكم الحبوب يا لوحة الناس يا حب واحساس حيا يا ذا المحيا يا لوحة الناس لا حد وقياس غني للعالم هيا غني للي تحبه خليك جنبه اللحظة لك الآن ما هو والله صعب غني بصوت عالي ما يوقف بالتالي احنا وانت كون نغمتنا ليالي شوق وغرب وعقل وقلب كل الفرحة يا مشرف هذا بالتأكيد وقدرنا جميعا شكرا لعناصر الجمباز التي ابدعتنا سنكون بجانبكم وغسالة واضحة التي تصل للجميع فشكرا جزيلا لعناصر فرقة الجمباز التي ابدعت وتميزت والتي كانت عند حسن المستوى لأول مرة يحدث مثل هذا
المنطقة الوسطى في هذا بشكل عام. شكرا جزيلا على سيد باز المدرب المتميز احسن الذي نتمنى له التوفيق. السلامة والتحية الذي يتم وضعه حاليا على الجماهير الحاضرة بطريقة جبازة. شكرا جزيلا لكم، شكرا لحضوركم معنا، شكرا لأنكم كنتم جزء من لعبتنا، جزء من عرضنا، جزء من نجاحنا، جزء من ابداعكم. شكرا جزيلا لكم. في هذه اللحظات الحاضرون جميعا نرحب بكم مرة أخرى. اذا في حاجه بقول لك نرحب بالحاضرين جميعا في اللحظات تكون المتميزة التي فيها التكنولوجيا والذكاء الكبير في هذه المنطقة. فليتفضل عشاق التحكيم ليكسروا شحن ومتعة أخرى في هذه اللحظات والفقرة المتميزة. تروح اللي بتلعب الان جلوس ويمتعنا ويقنعنا بتواجد طاحي وخالد اليزيدي ومساعد ابو علي وابو اسد في هذه الامسيه. تكنولوجيا متطوره وحديثه في هذه اللحظات. السماعات التي اول مره تحدث معنا في بطولة الناصر وفي غيرها من البطولات، لم تحدث ابدا في غير هذه البطولات، وخاصة في محافظة على اقل تقدير حاليا الذي يتم انتداء السماعة اللاسلكية التي يتم التواصل عبرها في النسخة الخامسة. هذا ما نستطيع توفيره في النسخة الخامسة لأول مرة تحدث بهذه الطريقة وبهذه المتعة المتميزة والكبيرة. الحاضرون جميعا هذا الشيء مما يدل على أن الداعم كان حاضرا معنا بشكل كبير وكان متابعا لأبسط تفاصيل هذه القمة ولأبسط تفاصيل هذه المتعة ولأقل جزئياتها أن تشعر بالنجاح والتي تعطي الكل حافزا كبير وحافزا متميزا حتى نستمتع بلقاءات متميزه ولقاءات كبيره بكل تاكيد. لا ننسى طاقم تصوير الذي رافقنا ايضا الاستاذ حيدر الله نصر ورافقي عبد الله الشاع وايضا الطاقم المرافق عبر البث المباشر القادمون والزملاء معنا. فاهلا وسهلا بالجميع. لحظات متابعين وافضل بكل تاكيد لاننا ننتظر وينتظر كل المرحله الكرويه الكبيره التي سترافق عشان ترافق هذا اللقاء بين منتخب الشبرا ومنتخب خرمشان. معركه بكل تاكيد ستكون لها نكهه كبيره، يعني لاول مره يحدث هذا الحدث بهذا الفخامه، حشد جماهيري كبير غير متوقع في حشد الجماهيري الكبير المتميز الذي يحضر في افتتاح هذا الشبيه. بكل تاكيد ما شاء الله تبارك الله. نتمنى التوفيق للجميع. الله بيرجو ان الحكام حملوا بالسماعات يقول لك خلاص يكفي يا السباحه خلاص الا زين وخلاص. انت على مين طلع شي حاجه ارجع بعدها عادي. عجيب المفروض يربون قبل عجيب فغنا اللي بعدها لا لا معك انا الشيء اللي تطلع بعضها تجيب تعال قد تستعد الفرق المشقة المنتخبات الحاضرة 18 فريق من غير الفريقين. شكرا ايضا لعناصر الجمباز الذي ابدعوا في هذه الامثله. شكرا للكل، شكرا للجميع. فلتستعدوا قوافل الناصر، فلتستعدوا قوافل الناصر للابحار في كرة القدم، فلتستعدوا قوافل الناصر للابحار في متعة كرة القدم وفي اثارتها وفي قوها ومجدها وفي عناصرها وانتصارها. العناصر يستعدون من اجل ان تكون القصة لها حكاية اكبر. تاخرت الحكاية يا عوصني في النبدا، تاخرت القصة في النبدا، تاخرت القضية في نناقشها. الحكاية تستمر والمتعة تستمر حتى اشعارنا اخر. اذا بكل تاكيد لحظات من اللحظات المسلمة بان يصف السيد اللقاء لدخول قوافل الابداع والعطاء، قوافل المتعة التي رافقتنا في هذه اللحظات. فلتتفضل الفرق المشاركة، فلتتفضل الفرق المشاركة في هذه اللحظات بالدخول في هذه اللحظات. الصورة سيد عبد الله كاملة في تلقي الرسائل المنطقة الكبيرة. هذه اللحظات يصل القوافل تصل الى الابداع وانظر الى المتعة.
الاولين استعجلوا في الاشعال والاخرين تاخروا، لذلك حدث تفاوت ما بين الصوت والصوره. اذا بكل تاكيد وتبع الى الافاضل والحكايه تقول على قدر اهل العزم تاتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. أهلا بمن حضر في ليلة المتعة إلى البصر، أهلا بكم معنا في بطولة الناصر الرمضانية للمحترفين بنسختها الرابعة. أهلا بكم من سواحل الشقرة والخور إلى ملاعب الناصر وجبال الكور في ليلة الحكاية الكبيرة، في قصة بطولات الناصر المثيرة عندما تتنفس عبيا الرياضة بملهم شبابها. القائد ناصر عبد رب منصور هادي مع الناصر تتم رحلة الشباب من جبهات الموت إلى ملاعب المتعة والأثارة في أبين بالعروض ما كانت أيها الناس تدعوهم بالحياة. أبين ازداد جراحها وأنت تجيدها وقبلها. أبين تطعن من الداخل وتعني أبناء جبتها. السيد ناصر أنت لسنا وانتصارنا، قائدنا وقدوتنا وداعمنا. أبين تناديك يا ناصر بلسان حالها. نحن الذين إذا ولدنا بكرة صرنا على ظهر الخيول أصيلا، بالشهادة والشهيد والشهدا ولأسدنا قد فصلت تفصيلا. 4 سنوات من بطولتك الكروية التي يذاع صيتها في كل أقطار المعمورة، وحدك استطعت أن تصنع ما لم يصنعه الجميع، فعشقت في أبين ملاعبها وأعلنت المتعة لتنشر ملامح السعادة على الجميع. 4 سنوات اجتمع الشباب في مكان واحد وملاعب متعددة. ملاعب الناصر للشباب، ليلة الإبداع بكل الألوان، ليلة الإبداع بكل لون، ليلة المحترفين، ليلة القتال وصراع الرجال القادمون من عدن في مواجهة القادمون من شبرا. ليلة زينت مدينة لودر بأبهى حلة لتظهر في عرس بطولة الناصر بمظهر يليق. فأهلا وسهلا بكم معنا في متعة كرة القدم ولقطات مباشرة عبر قنوات زبن سبورت وقناة الناصر في اليوتيوب. متابعة ممتعة. تمام. اصلا ما المفروض تشوف داري كلمنا انت. ما ادري بخلي مساعد يطلع. هل فيها شاشه ولا بس؟ فيها شاشه بس. إذا ملحمة السلام مع الحاضرون جميعا، نرجو بأنها ستكون الملحمة الكروية ما بين أبناء خور مكسر وشقرة الذي ينتظرها الجميع. كل هذا الحدث والحضور حدث في بطولة الناصر الرمضانية. نرجو من حاملين الشعلات النارية أن يطفئوها بعيدا سلامة للحاضرين وسلامة للملعب. سلامة للحاضرين وسلامة للملعب. انت لما تيجي تصور كله يبان السماء، حاول تنزل لك. ما انا هو الشيء كده تاشر
إذا لحظات لشدة المتعة. لحظات تبدأ المتعة متابعة إلى الفضل. التشكيلة خالد اليزيدي، تشكيلة في الفريقين. مساعد التشكيلة. صور المعلق صور كلها داخل القاعة. طلعت صور اليوم تكون بكرة. اشتغلت حق ولا لا؟ أيضا ناصر السليم. تعاونت اللحظات تبدأ هذه الحكاية التالية.
تسمع لنا صوت ولا ما اصبر بالواو يا عاوزين. نرجو من الفريق ان يتصوروا. هم يلعبوا خلاص القاعدة المستوى. شكرا لجماهير كرة القدم الحاضرين معنا، شكرا لأنكم كنتم السد المنيع، وشكرا لأنكم بالشكل الرسمي وأنتم العلامة الفارقة في أي بطولة. متعة المتواجدة معنا بكل تأكيد في بطولات سابقة وبطولات قادمة وبطولات متنوعة، سواء كانت بطولة الناصر أو غيرها. الجمهور دائما ما يكون هو العلامة الفارقة والعلامة. تمام كده. بينما ايضا اسف الاقصر لا يبدو بانهم قطعوا المسافات من اجل المشاركه فقط، يريدون ان تكون لهم في البطوله الاولى التي يحضرون لها، في المنافسه الاولى التي يحضرون لها، عبد الرحمن الرابعه يشاركون كاول مره لهذا اللقاء. وفي هذا المساء حكايه اخرى تقال وتكتب تدون بان اللقاء سيستمر حتى اشعار اخر. خور مكسر وشكرا الضيفين في هذه الامسيه يقاتلون على هذه المتعه ويتقاتلان على ان يكون احدهما بطلا متواجدا لهذا اللقاء ولهذه المتعه المتميزه. الجول الذي واقف على الفوتبات من داخل الشباك، نرجو منكم العوده الى الخلف. الجماهير التي امامنا الواقفه فوق الفوتبات نرجو منكم العوده الى الخلف. نرجو منكم العوده الى الخلف حتى لا تعيقوا حركه الحكام. ليه محدد زي دي صح يا خالد. يا صلاح صح يا عبد الرحمن عقي كيف؟ انزل الان انزل كيف؟ شوف بسم الله الرحمن الرحيم. مرة أخرى الحاضرون جميعا بدأت الأولى قصص النجاح، وبدأت أولى كرة المتعة، وبدأت أولى حكاية هذا اللقاء. خور مكسر وشكرا في تحدي كبير وفي أثارة متميزة كبيرة. نحن لا نشاهد في الخط المنتصف. إذا بسم الله على بركة الله، حكاية من يستطيع ومن لا يستطيع في هذا اللقاء الكبير. انطلاقة من سعدون. الضربة الأولى من الجانب الأيمن، الضربة الأولى من الجانب الأيمن. لعله يحدث في ذلك فرق، حكاية مكرة وزن منير. لعبة كرة انطلاقة ممتازة يا خر مكسر يعطي كرة اثنين، ولكن عائدة مرة أخرى. من الدفاع. معركة خور مكسر وأبناء الشقرة لها نوع آخر، لها أساس كبرى. كرة ترويض 1 على 2 يتدخل فيها عابد يبدو بأنها مباراة مشحونة بكل تأكيد، ومباراة سريعة بكل تأكيد. كلنا خالد عبد العزيز. عبد الرحمن كيف؟
الى خارج ارضيه الملعب، لم تشتغل بالشكل المطلوب. الخطا الذي حسب لاحد عناصر خور مكسر في اللقطه الماضيه، كره الى ود الرطيل، الرسام الرطيل يا الله، الذي يقدم دائما متعه كرويه ولمحه بصريه فنيه رائعه متميزه. الكره تلعب على الجانب الايمن، الكره تعود لكنها تخرج الى خارج ارضيه الملعب من منير اسلم. نفذت الكره مره اخرى، 1 على 1، يلعب سريع. ممتاز الكره تمر، لا زالت معاه احتفاظ على العناصر. الكره تلعب في منتصف الميدان، يا لها من مراوغه، يا لها من متعه كرويه حاضره في الميدان. تعود مره اخرى، قطعت لود الرطيل يعطي الكره في مكان تغيرت، ولكن هناك صافره. الكره تلعب تتحول لسالم سعيد، كره يعطيها بعيد، عارف شكري، اصارت شباله دار عليها وانتو، عادت كره في اليسار، مرتده لعناصر الخور عبر ماجد الكاظمي، احد ابرز اللاعبين المتواجدين معنا في هذه الامسيه بعد ان تعذر باسباب مرضيه الكابتن علاء الصاص الذي كان ايضا سيكون متواجدا معنا في هذه الامسيه، ولكن لظروف نتمنى السلامه لكل اللاعبين في مباراه بكل تاكيد اعدت لها من قبل الداعم الجوائز والمبالغ الماليه الكبيره. يعني المركز الاول سيحصل على مبلغ 2 مليون ريال، والمركز الثاني سيحصل على 1 مليون ريال. النسخ السابقه كان لا يعطى الا مليون الاول و500 الثاني. هذه المره كل شيء خير في بطوله الناصر، الكل يستاهل الخير. الكره تلعب 1 على 1 الى خارج ارضيه الملعب. متابعي الافاضل، شقرة وخور مكسر يبدو بانها المباراه الاجمل في كل الادوار التي سنتابعها في الدور الاول، المباراة الأجمل من بين الفرق التي ستلعب. لديهم إمكانيات، لديهم مستويات، لديهم فريق يعني يستطيع أن يحضر من محافظة عدن كل اللاعبين المتميزين. الكرة تلعب في أقصى اليسار، لكننا لا نشاهد في هذه اللحظة. بس عشان البث مباشر. أشرف حرام مالك أنت بدور كامل. ونعتذر عن المصور الرائع مصعب، ولكن يكون لا نشاهد. شكرا لتفاهمكم. إذا كرة تلعب في مكان إلى خلف الحجر اليسار في نسختها الرابعة، تضيء في ملعب عرفان بعد أن تم تزويد ملعب الناصر في عزان وملعب الناصر في عرفان بأضاءات عملاقة، بأضاءات جميلة. الكرة تمشي إلى الفنان والمتميزة في الميدان ماجد الكاظمي. الكرة تعود يا سلام في منتصف الميدان يا ماجد، يلهم اللاعب المهير، لاعبا مقاتل، لاعبا يمتلك خبرة وحسن في قوة المهاجمة، في قوة الاندفاع، في قوة العبور، في قوة المراوغة. بكل تأكيد يدير تدريب فريق خور مكسر الكابتن عبد الله المنصوري، الشقيق الخضر المنصوري الذي يريد أن يحقق علامة كاملة. كرة تمشي ممتازة مع عناصر شقرة، لكنها قطعت في هذه اللقطة إلى الخضر المنصوري. روف فيها. لا نشاهد من هذا الاتجاه. جلس يا رشاد، جلس يا صلاح، جلس الجميع. ماذا يحدث؟ الكرة تمشي. كرة تصريحها لا سهلة لحارس المرمى يعطي كرة تمشي إلى الفنان هذا الشوكلي الذي يريد أن يقاتل في هذا المكان، يريد أن يقاتل بكل الألوان. ناصر يسر، الكرة تأتي إلى ود الرطيل أعطى الكرة في أقصى اليسار إلى أمين يسلم، عائلة بن يسلم حاضرة، عابد ومنير 4-1 موجودون في هذه من عناصر شغل الصيادون. الكرة بالراس تقطع مرة أخرى، تلعب ود الرطيل يروض، كرة إلى عابد. يا سلام يا عارف. أول 3 نقاط في بطولة ناصر، يعني يتأهل إلى الدور الثاني، لكن أمامه عارف شكري. الكرة قطعت لعناصر الخور. الكرة الأخرى إلى عابد، الكرة لمنير. يا سلام، كرة من عابد ومنير.
الشافعي كان لدينا لا يميز بينهما الا بالرغم من الجبليه، لكنها لكن في هذه اللقطات عزازه عن اخرى من اللاعب المخضرم يسلم الهلا والكره الى خارج كره الى خارج البيضاء. في الاشياء ارشاد عناصر الكره على واحد، لازمين على واحد، حفظ على الكره حفظ في الكره الممتازه ياسر المنصوري كتم في اليسار صناعه هجمه الاحسن صناعه الكره كبيره، عناصر حاضره بشكل كبير هي في الاساس هي قوام نادي احمر في الاساس هي قوام نادي احمر السابق. سلامات صبت لاعبين ابناء خومك صارت التوالي الاسرى عليهم السفر والآن في هذه الامسيه بينما تؤثر على ابناء عدن كثير من الازمات، تنقطع ازمه فتدخل ازمه اخرى، يخرج ازمه في ازمه اخرى، الحال من حاله، ولكن هناك ازمات مفتعله، ازمات مصطنعه، ازمات مدروسه، ازمات مضغوطه بكل تاكيد. سلامات للاعب الذي يعاني في هذه اللحظات. أرجو بأن اللجنة الطبية أيضا ستقوم بواجبها في هذا الأمسية. التحامات كبيرة، احتكاكات متواجدة، سلامات لعناصر أبناء خور مكسر الذين حتى الآن يتساقطون واحدا تلو آخر، واحدا تلو آخر. يبدو بأن الذي كان في البداية يعني عمر ثم حاليا هو ماجد الأزهر، فسلامات لماجد يقدم مسيرة مع عناصر خور مكسر. راح هيا يتاخر في نقل الكره بابا، الكره الصاروخيه والقنبله الصوتيه التي تضرب في الشبكه من الفنان عارف شكري. عارف شكري يريد ان يفجر خرم يريد ان يفجر انتفاضه، يريد ان يفجر الشباك ويمسك المرمى. نعم تدخل هناك تدخل فعلا على عالية الذي تدخل بقوة فنية عالية وايد خدها على قدر على المستوى العلواني حمد محمد خالد وايضا باسل الزامك اللي كانت يبدأون بالطريق الطفيل تمشي ممتازة، لعبة جام دوران سقوط وهناك صافرة وهناك صافرة لعبة الكرة سريعة محمد المنصوري أحد عناصر القلاء، أحد محبين القلاء، كرة تمشي ممتازة مع سعدون الفنان السريع الفنان المتميز سعدون الذي يقدم دائما يقدم لمسات كبيرة. الكرة بتعود خليل عابد مع الكرة لعب كرة طويلة ممتازة، الكرة هرب فيها علي ومثلك يا علي، المسدس العالية مقطوعة من الدفاع، ترتفع علي سلام مرة أخرى سعدون أو مقابلة في كتامش الأول بدأت تولع في كتامش على الأول، كرة تمشي ممتاز يا سلام دخول وهناك صفارة وخط تحديدا أيضا على سيد الحكم على خالد اليزيد. نتمنى أن يوقف في أداء هذه المباراة الصعبة من المباريات الصعبة والمباريات الكبيرة والمباريات
بالويسر أحد أفضل من يصنع في خط الوسط حتى الوصل ما بين الدفاع والهجوم، لكن حتى الآن يلعب في مركز غير مركزه الطبيعي، في غير مركزه الحقيقي الذي يستطيع أن يلعب فيه في أكثر من اتجاه. الكرة تمشي سريعة لكن حارس المرمى أيضا موجود، حارس المرمى أيضا موجود. تلعب الكرة طويلة من حارس المرمى، ستلعب بكل تركيز حسب العادة. كرة طويلة من الشغل، الكرة توصل ممتازة من اليسار، وممكن أخرى عارف شكري الدفاع يخلص بهذه اللقطة، يخلص بالكرة عبر عمل القرن. الكرة تمشي يا عابد، الكرة تمشي يا عابد بالأنت المنير يا منير. الكرة بتعود مرة أخرى فيها سالم بن سعيد، سالم بن سعيد هرب إلى بعيد، سالم بن سعيد ضرب كرة ما شاف فيها دخل عليها، والكرة إلى خارج أرضية الملعب. ركلة مرمى لعناصر الخور. شوط أول يا سادة حتى الآن لا يحسم بالألوان حتى الآن النتيجة لا تحسم حتى الآن 0-0. يا ترى من سيحسم؟ من سيسجل هدف في مباراة الهدف؟ إن زاد عن ذلك فهو باطل. كرة تمشي من سعدون، صفارة الحكم اليزيدي متواجدة بمساعد كل من مازن السباحي وأبو عساد، والحكم الرابع السيد مساعد أبو علي. الكرة تمشي مع الويسار المتميز دائما وأبدا عندما يلعب الويسار يقدم مستويات رائعة، ولكن كرة سعيد يا سلام على القوة البدنية، لكن الويسار يقطع الكرات. انظر كيف يتحرك، انظر كيف يسرع، انظر كيف يمرر، لكن هذه هفوة والكرة بتروح تتحول مرة أخرى لعناصر شباب دخل فيها عالم شكري، والكرة إلى خارج أرضية الملعب. رمى التماس لمصلحة عناصر شباب. حتى الآن متابعينا فاضل كالعادة يا سادة في بطولة الناصر الرمضانية، البطولة الوحيدة في أبيان التي تضاء ليلا، وفي مثل هذه الملاعب المعشبة التي تم ترشيبها في 5 مناطق وفي 5 أماكن بكل تأكيد. الكرة بتروح سقوط من السقوط العظماء يسقط فيها أمين يسلم، سلامات الأمين، لكنه ينهض لتستمر معركة شقر الصيادون وسواحل خور مكسر. أبناء خور مكسر جاءوا ممثلين عن مدينة بأكملها، عن محافظة بأكملها، ولكن شقرة تأبى ذلك ولا تعترف بالتمثيل. كرة أسرع من اللازم بكل تأكيد. كرة سريعة متابعة إلى فضل، كانت كرة سريعة لم يحضر عليها عناصر الشبرا، لم يرتب عليها بالشكل المطلوب. يعني الخطورة التي شكلها عارف شكري هي كرة وحيدة لأبناء الشبرا بشكل عام في شوطها الأول، وهي الصاروخية القنبلة الصوتية التي تم رميها من الكابتن عارف شكري، لكنها لا تحدث أضرار أبدا. بينما أيضا هناك هجمتين لعناصر خور مكسر، لكن حتى الآن لا هجمات حقيقية، لا هجمات واقعية على حراس المرمى من أجل أن يتم تقديم الحراس مرة ومرتين. كرة من عابد مرة أخرى منير يسلم، منير يعطي الكرة لكنها ترتبط أيضا بابن الكازم مع الكرة. يعود كرة ممتازة ويسار لمسة جميلة يلعب فيها في الأطراف. يبحث عبد الله المنصوري أن ينتصر بهذا اللقاء وأن يكون في أفضل حال. خبر المنصوري شقيق المدرب في هذا الأمس بعد أن قام على أساسه. الكرة تلعب وتعول للجانب الأيمن لمصلحة أبناء الخور من أجل دراسة هذا الوضع، من أجل دراسة الوضع بكل أنواعه وبكل ألوانه. الكرة تمشي والضربة الوينه كرة مقطوعة ولكنها توت على خطرة فيها محاولة إلى خارج أرضية الملعب. ركلة ركنية في لحظات، ركلة ركنية متابعة عبد الرحمن تمام. ركلة ركنية لعناصر الخور بكل تأكيد. يريدون أن يأتوا بهدف أول، يريدون أن يأتوا بذكرى أولى، بالفتحة الأولى، بصناعة مسلسل كبير يصنع تاريخا آخر على التركيز في هذه اللحظات. يبدو بأنه الويسر من بعيد أو هو الخضر المنصوري. كرة عالية استقبال يا ويسر أقرب بالبيكار، يتحكم حاليا إلى خارج أرضية الملعب. لا تكتمل من محمد عبد القادر الذي كان قادرا على إسكانها في الشبكة بعد أن تغيرت من اليسار إلى اليمين، وقبل ذلك جاءت من اليمين إلى اليسار، ثم عادت الكرة مع منير من أجل هجمة بتباشر سلامات جميل في هذا المساء الكبير ما بين الشقرة وخور مكسر. بكل تأكيد الافتتاح كان يعجز عنه الجميع في التعبير. مباشر إلى خارج أرضية الملعب، خط الوسط. تشعر بأن عناصر الشقرة في خط الوسط غير متكاملين،
غير متناسقين غير متفاهمين، كل اللاعب اللي يلعب بكرات طويله، لذلك لابد من ان يستغل ود الرطيل بالشكل المطلوب. تخيل معي هذه الفخامه، ود الرطيل موجود لينظم خطوات خط الوسط، الكره تمشي حارس المرمى تنهي على القرن، يعود فيها الكره بتعود مره اخرى الى عماد القرن، عماد القرن او عمر القرن عفوا. الكرة تلعب، الكرة تمشي، الكرة تقدم مستوياتها الكبيرة، كرة بالراس لعبت مرة أخرى، حول فيها 1 على 2 ود الرطيل عندما ينثر الشعران، ولكن كرة لا زالت على الخطوط، لكن هنا خارج أرضية الملعب. حتى الآن 0-0 في شوطها الأول. الشوط الاول يبدو بانه لا يريد ان يعلن احدا منتصرا على احد، لذلك يقول لكم استمتعوا بالكرات الفرديه والمهارات الفرديه. الكره تمشي الى بن سعيد، سلم سعيد، يا سلام يا عارف، لا تصل الى عارف. الكره لا زالت على الخطوط، حضر عليها عناصر الشغل بشكل المطلوب المتميز، لا زالت تلعب 1 على 1. امين يسلم يبدو بانه في مهمه مستحيله راسيه، قطعت استلام الصدر مره اخرى لعناصر خور الكرة طويلة، هربت، ولكن حارس المرمى متفاهما متناغما مع الخطوط الدفاعية لعناصر الشباب. الكرة تمشي ممتازة، واحدة من منيل، لعبت على اليسار، مرت ومرورها أكبر، مرت ومرورها أفضل. الكرة تمشي نودي، يا سلام على أرسال، لكنها لا خارج أرضية الملعب من دون استكمال عناصر الشباب والاستفادة من هذه اللقطات الماضية والاستفادة من هذه اللحظات. وايضا نشكر طاقم التصوير بقيادة حيدر عبد الله الساوى في التصوير الخاص بالبطولة، ونشكر ايضا القادمون من عدد في التغطية المباشرة عبر قنوات اليوتيوب، فشكرا جزيلا لمن حضر وكان متواجدا معنا في هذه الامسيات المتميزة. كرة مع الفنان عابد يمشي بكرة ممتازة تصل الى منير، المحاولة والقتال لهم معركة الرجال، معركة الرجال في هذه الامسية. سبب الذي تدخل هو الكابتن علي عادل مع ويسع امام الضغط الشقراوي الكبير، امام ضغط كبير يتحرك في ويسع. يا سلام على الاخطاء جميله، سلامات يلا. وجد ان هناك خطا يحتسب على اللاعب امين يسلم بعد ان تدخل مع لاعبه خورماكسر في هذه اللقطه. الاخلاق الرياضيه العاليه المتواجده من امين يسلم في هذه الامسيه، وتابعين الافاضل بكل تاكيد في بطوله الناصر. اغلب منوال في نسخه الرابعه للمحترفين، يعني لم تعد بطوله عاديه، يعني يمكنك ان تاتي ب 15 لاعب من خارج المنطقه ومدرب واداري وطبيب من خارج المنطقه، لانها اصبحت بطوله يمثلها الكبار، بطوله يقاتل عليها كل ابرز اللاعبين الموهوبين في الجمهوريه اليمنيه بشكل عام. الكره تمشي مره اينك يا سعدون، اينك يا سعدون تاتي بالسعاده، اينك يا سعدون فخور مكسره تناديك، اينك يا سعدون فخور مكسره تناديك. أبيك الشاش إن كان سليما فحان الوقت للدخول، إن كان سليما فحان الوقت للعبور، إن كان سليما فحان الوقت للمرور، إن كان سليما فحان الوقت لأن تزج به ياسر عبد الله المنصوري في صفوف المتقدمين المقاتلين في هذه المعركة. الكرة تمشي لكنها أيضا إلى خارج أرضية الملعب، حتى الآن إلى خارج أرضية الملعب. وتم إلى فضل يتم تغطية هذه المباراة بصوتيات القحطاني التي كانت حاضرة معنا منذ 4 نسخ بهذه الأمسية الكبيرة، وقبلها حضرت معنا في نسخ سابقة صوتية القحطاني تحضر معك في الأفراح وفي العزاءات وفي جميع المناسبات وحتى في الجبهات. فشكرا جزيلا للقحطاني. الكرة تمشي، المحاولة والمرور والعبور، وهي مفتاح يا وقت المفاتيح، ليس وقت المفاتيح. جميع الدكاكين قد اغلقت، جميع المحلات قد اغلقت، فاي مفتاح تبحث عنه في هذه الامسيه. كره تمشي لمصلحه الخور، المعركه الكبيره، يمشي الشوط الاول، يتحرك فيها، يا سلام على المرور، يا لها تقاتل تقاتل بشكل كبير. سلامات منير هي مرتدة، خلق مسؤوليات الكرة تمشي سريعة، يلا وصل فيها احمد وزير، كل الوزير لهذه الليلة، ولكن لا وزارة ولا قيادة، حتى الآن لا في الخور ولا حتى في شمال الأولى. هذه الفترة والأوفسايد موجود أيضا.
الاوفسايد موجود ورغم ذلك الكره لم تكن بالمكان المتميز. يبدو بانه شوط اول يريد ان يكون سلميا بين الفريقين، يريد ان تكون سلبيه بين العنصرين. اكيد متابعينا الافاضل شوط اول مر منهم مر ومضى منهم مضى، ولكن البطوله لم تمضي باكملها، ولا زال في القصه حكايه، ولا زال في البقاء في الشوط الثاني روايه اخرى يرمونها ابطال الخور وعناصر الشبراء القادمون ايضا من شبراء. الكره تمشي ممتازه والوقوف والترويج وخور مكسر حتى الان يفقد حلول اختراق الشقرة بخطوط دفاعيه متميزه بكل تاكيد. الكل يفقد ذلك. سارع حارس المرمى عدنان بن حمد. الكره تتصل عاليه قطيعه بالراس تتحول فيها متابعينا. كرات طويله يصل حارس المرمى مباشرة تصل إلى حارس المرمى خور مكسر. لذلك مثل ما أخبرنا لازال خط النص لعناصر الشبرة لم يقدموا عليه وما لهم عليه حتى الآن. الكرة تمشي ممتازة سهل لحارس المرمى. البحث عن كرات قصيرة يا حارس المرمى. عدنان علي يعطي كرة الأقربون أولى بالمعروف واولى بكره القدم ان تمر عليهم. الكره تمشي ممتازه على الخطوط، لا زالت موجوده ممتازه. بن سعيد كان فيها في التحضير. قتال لكن منير لا قتال. منير يعود بكره ممتازه تعود لمصلحه الشقره على الجوانب. السلام على وصل والكازري في القتال. يا سلام يا منير ما شاء الله يا منير ما شاء الله على منير. يسلم الذي يقدم مستوى كبير احد عناصر فحمان سابقا. الكره تمشي ممتازه قطعت لعناصر خور مكسر. يمشي يقاتل فيها او يمشي ويدرطل. ظهر متاخرا ولكنه ظهر يحمل رايه الشقره. يريدها ان ترفرف عاليا في هذه اللحظات في هذه اللقطات. يبدو بانه لم يتبقى لدينا الا بعض من الوقت ليعلن الحكم عن وقت اضافي للشوط الاول ان كان هناك وقتا. الكره السريعه تمشي محاوله امتياز. التمييز حتى الان يسمى باسم شقره. حتى الان لعبت الكره قطعت تحولت وهناك معركه أخرى. حكايات كبيره تمشي. تمر الكره خضر منصوري مع الكره لكنها قطعت سريعا يا ساده. الكره تمشي لا زالت لعناصر الخور ديالهم اوفر رائع. وحارس المرمى عدنان علي ناصر يتميز في هذه اللقطه الجميله وفي اللقطه المباشره الرائعه التي نتابعها عبر قنوات سوين سبورت وعبر قناه اليوتيوب لبطوله الناصر الرمضانيه للمحترفين. كره تلعب تحول بالراس 1 على 1. شوط اول مرهق بكل تاكيد. 3 دقائق يبدو بانه سيكون وقت بدل ضائع في الشوط الاول. 3 دقائق الوقت المحتسب من الوقت الضائع في الشوط الاول. تغطية المباراة بالبث المباشر عبر قناة الناصر الرياضي. قناة الناصر الرياضية التي تم إنشائها في النسخة الرابعة بتواكب الجميع وليصل الحدث إلى أبعد مسافة وإلى أكبر مساحة. ليصل الحدث عبر الأثير إلى كل مكان أجمل لننشر السعادة في رمضان وفي هذه الأمسية. 3 دقائق قد تنتظر وقد تمضي وقد تنتظي. إذا سلامات لعمر القرن الذي يعاني في هذه اللحظات. شقرة حتى الان يبدو بانها تنتظر الشوط الثاني على احر من الجمر. يكون لان اكبر للتلفون هو قتاليه اجمل. يشعرون بانهم يستطيعون القتال حتى اخر دقيقه في هذا اللقاء. ماذا يحدث؟ يبدو بان اللاعب مصاب في يديه مصاب ايضا في قدمه. نتمنى السلام على الكابتن عمر القرن. دقائق أخيرة لحظات أخيرة من الشوط الأول الذي كنا نبحث عن هدف على أقل تقدير ولكن شاءت الظروف بأن أهداف. لكن الشقرة لا زالت ناوية ولم تستسلم ولم ترفع الراية
لا زالت قادرة على أن تأتي بجديد إن أرادت ذلك، ولكن الإرادة وحدها لا تفعل ذلك. لا بد من أن تسجل حتى تستطيع. هناك لمسة يد واحتساب خطأ من مسافة بعيدة، واحتساب خطأ من مسافة بعيدة بكل تأكيد. لقطة من خارج خط 18، من خارج خط 18 في وقتها المنتهي، وفي الوقت الذي يبدو بأنه سينتهي بكل لحظات. لقطة أخيرة لعل فيها سعادة لأبناء الشقرة، لقطة أخيرة لعل فيها حكاية لأبناء الشقرة، لقطة أخرى لعل فيها الختام الأخير في الشوط الأول. من الشلولة السابعة على المحترفين. ضربة شد الرطيل في التنفيذ والهندسة، في الإنتاج والمونتاج، العودة للوراء ثلاث خطوات، التنظيم للكرة قد تأتي بالشباك، قد تغير حكاية لكنها في الشبكة الخارجية يا ودي، في الشبكة الخارجية يا ودي. انتهت الحكاية بشوطها الأول. يبدو بأن الحكايات على مسار الشوط الأول 0 مقابل 0. الشوط الثاني ننتظر شوط المدربين الذي يسعى له الجميع بأن يحقق التحقيق الكامل وأن يحقق العلامة الكاملة، سواء الألوان السكرينية الحاضرة أو كانت الألوان الصفراء. كرة مع عابد، كرة مع عابد، إلى منير عابد. الكازيمية الطبيعي، الكازيمية أحد الكرة بالشكل ومن الجوانب الممتازة ضربة ولكن مرتدة ما شاء الله. صعدون ولبين، صعدون بابا. هيا مش ممكن. لا يا خالد النفعي، هناك أيضا أوتسايد يقدر مدينة لم تكتمل الفرحة، ولكن نبدأ إلى الشوط الأول. عودة لاستديو التحليل على قنوات سبع سبورت عادل اليزيدي. قدام الفيش روح على الثاني. ايوه خليك عند الجمهور يا عبد الرحمن، خليك معي وقول لي على احتياط. في قبل بس مباشر. القراء يقادم من البوابة الشرقية.
ايه طفيه. لا لا خلي اخفض في هذه وراح طب خاف على الذاكره تنتلق. هدف الاولي، هدف الاول. بنفض الذاكره، بنفض الذاكره. عبد الرحمن كان هنا بن قمر. شغال بس شغال
الكرة العالية التي يريدون أن يأتون بجديد، يريدون أن يشعرون بأن المتعة أكبر أثارة، وأن التحدي يزيدهم أسرارا، وأن الشبرة لم تقف أمامهم عائقا ولا سدا منيعا. هكذا يفكرون أبناء خور مكسر. كرة ممتازة تمشي من ماجد الكاظمي، تعود مرة أخرى الكرة تلعب في الأماكن الضيقة. قطعت الكرة ولعبت للفنان عارف شكري الذي ضرب قذيفة صاروخية في الشوط الأول، يريد أن يكررها في الشوط الثاني، لكن حتى الآن يبدو بأنه لا يستطيع، حتى الآن يبدو بأنه لن يستطيع ولن يستطيع أن يكون بشكل مفضل. الكرة تمشي ممتازة، هناك السقوط وهناك احتساب. الكرة تمشي لا زالت، الكرة تمشي ممتازة ممتازة ممتازة. يا سلام يا سلام يا سلام! أول فنان باسل السمكي يرسل صاروخية رائعة، يسجل هدف روعة وإبداعية كبيرة وإقناعية، لوحة فنية، رسمة عالمية من لوحات المونداليز. يدها لذكرة القدم، لا تعمل الخور. هناك من يأتي من أجل أن يسجل، وجاء خالد من أجل أن يسجل، وجاء باسل من أجل أن يسجل. البديل، أي تغيير يا منصور أجريته في الشوط الثاني، أي خطة أجريتها لتغير مجرات المباراة معها. روعة بكل تأكيد وجميلة بكل تأكيد. كانت أفلامين تتحول بكل تأكيد. كانت بطولة الناصر منذ بدايتها مولعة، منذ بداية القرعة التي تم عرضها في شاشات متطورة في قاعة بن حفيظ وتحت رعاية المتميز الشاب هشام بن حفيظ، الذي كان متعاون وكان موفر لكثير من الأمور حتى تظهر القرعة بالشكل المتميز. القاعة المتميزة التي تجمع أيضا استراحات وتتميز أيضا في استضافتك كبار الحضور وكبار الشخصيات. هذا تصوير عاوز رايح لما يجري من شوف شفت هذا بيدق فيك، حاول تحسب على الملعب، تحسب له بعدين تلقى شويه مريض. يعني كان الهدف هو لخالد النخعي، ولكن الخطا كان خطا مطبعي في تكرار الرقم 14 مرتين، في تكرار الرقم 14 في التشكيله المقدمه. لذلك لابد ان يركز الحكم الرابع في التشكيلات التي تقدم. الكره تمشي، لم يكن بديلان. كان خالد النخعي ان استطاع ان يحقق انتصار كبير ويسجل هدفا بمهارة عاليه. الكره مع منير اسلام، الكره مع منير، الكره قطعت. يبدو بان ابناء شبرة في الشوط الثاني لم يتاقلموا على اجواء المكان ولا اجواء المباراه. يبدو بان الحاولات تستمر لابناء خور مكسر. هل من تعديل يا شبرة في هذا اللقاء ام لا يستطيعون ذلك؟ الكره تمشي، شكورا لم يستسلم وان كانت المباراه شبه مستحيله وصعبه. الكره تعود الى حارس البالما، كره ممتازه تعود من اياد، استلم في المكان امتياز، روعه الاستلام في هذه اللقطه. 1-2 لعبت الكره ممتازه في الجانب الاخر. شقراويون يريد بن سعيد ان يحقق المتعه، يريد ان يحقق علي عادل، ان يحقق متعه اكبر وان يسجل اثاره اكبر لهذا اللقاء لهذه الليله. 1-0 باقدام خالد النخعي الذي استطاع ان ياتي بهذا الجميل بعد صناعه من السيد والكابتن امين غشاش. الكره تعود لمصلحه ابناء الخوف في التغطيه الدفاعيه. الكره تلعب ممتازه فيها المرور والمحاوله، لعبت في المكان الاجمل والاروع.
المرور الاسرع لهذا اللقاء عمرو في اللقاء، عمرو بشير يمشي بالكره، لكن قطعت فيها محاوله مره اخرى. عابد يعطي بالكره لعارف شكري في تغيير اتجاه اللعب. عبد الرحمن اكثر من قاتل في مباراه الليله، اكثر من قاتل من عناصر الشغل في هذا اللقاء. عبد الرحمن وي نتمنى السلامه لاحد عناصر خور مكسر، نتمنى السلامه لاحد عناصر خور مكسر بيعاني من اصابه في هذه اللحظات. اصابات تكررت تبدو بانه اللاعب عمر هنا وعمر امامه لاعب اخر مستقيم في ارض الميدان. الويسر المتميز دائما بكل تاكيد هو الويسر الذي يقدم مستوى رائع ويقدم مستوى كبير، سواء كان مع الجلاء او كان ايضا مع الانديه الاخرى او كان في هذه الامثله. كنا مع خبر المنصوري في صناعه كره سرعه بوم الله، كانت خطيره بكل تاكيد من احمد بوزير، لكنها تحتاج الى اقوى من ذلك، تحتاج الى تركيز اكبر، تركيز افضل، تركيز اروع، تركيزا يشعر بالمسؤوليه، يشعرك بانك امام الشباك فلا تبخل، امام الشباك فسجل ولا تبخل. الكره تمشي بالراس، تحول مره اخرى مقطوعه للدفاع، تحولت البديل ايضا عمرو بشير هو المتواجد في الخطوط الدفاعيه. عمر الذي خرج في الشوط الثاني، خرج ولا زال عمر كان متواجدا في التغطيه الدفاعيه، ولكن هناك معركه تدار من اجل ان ياتي بسرعه اقتدار، يا شباب يمشي بالكره التغطيه الدفاعيه، تغطيه دفاعيه بهذه اللحظات. عبرو ناصر يسلم يعطي كرة ممتازة لعابد، كرة مع عابد لعبت في الجانب الآخر، وصلت إلى عارف. أعصار تشابالا حتى الآن لا أعصار تشابالا حتى الآن لا أعصار، لا رياح في البحر، لا رياح في البحر حتى الآن، فمتى تريح الشقوة يا عارف. الكرة ممتازة، لكن هناك نغمات كبيرة وضغط من عناصر خور مكسر في الشوط الثاني. ظهر بلون اخر، ظهر بمتعه اكبر، ظهر بصناعه افضل. يثبت عبد الله المنصوري بانه يستطيع ان يجيب خور مكسر الى اماكن والى مراكز متقدمه ومراكز متقدمه اذا حافظ عناصر الخور على هذا المستوى، وحافظ على هذه النقطه، وحافظ على هذه الكره. كره مرتده تبحث عن سرعه اكبر، تبحث عن سرعه اكبر، تبحث عن سرعه اكبر، تبحث عن سرعه اكبر. امشي بالكره، امين امشي، امين. سلام على الاعتماد على النفس الفضيله. هناك تدخل من الفنان امين على اللاعب، امين على ما يبدو من اللاعب امين او ناصر. هو ناصر الاسلام الذي كان ينتمي بكره جميله وبكره رائعه. عائله الاسلام حاضره بشكل كبير وحاضره بشكل متميز. الكره في اصل سنه المعركه من اجل التعديل، يسقط في الميدان وركلة جزاء الأولى في النسخة الرابعة بطولة الناصر الرمضانية. ركلة جزاء بعد أن تدخل مع أحد عناصر شغل في هذه اللحظات. كرة القدم، وما أدراك ما كرة القدم يا سادة، وما أدراك ما كرة القدم. منير يسلم الذي تحرك منذ الشوط الأول وشوطه الثاني يريد أن يحرك الأمور. هل تحسب بها هدف؟ هل تستطيع أن تترجم إلى أهداف؟ هل يمكن أن تسجل إلى الشباك؟ هل يمكن أن تدار إلى الشباك؟ أخبرني يا سيدي، أخبرني يا سيدي. لا زال ياسر يريد الإرشاد، يريد أن يراقبهم واحدا مقابل واحد، مان تو مان، 1 to 1. هكذا الرقابة وهكذا العطاء. لا ننسى أيضا تواجد الكل في هذه الأمسية من شخصيات بارزة، أنه وجد الرطيل يريد أن يأتي بهدف خرافي من ركلة جزاء، والأخلاق العالية التي يتحدث معها أحد عناصر الخور في هذا اللقاء ماجد الكاظمي. أخلاق عالية كبيرة ما بين الفريقين تحدث في كرة القدم، الأخلاق أولا ثم بعد ذلك يأتي الفوز. وقت الرطيل ليترجم هذه اللقطات مباشرة متابعينا عبر بطولة الناصر، ليترجم هذه اللقطة. وقت الرطيل أمام الحارس، أمام الحارس، أمام الحارس، أمام الحارس، أمام الحارس. ممتازة يا وجدي، ممتازة يا وجدي الذي يقول دائما أنا الأستاذ وأن حضر جميع المدرسون
على الطبيب على المعالج على المداوي يعود بهدف ويسجل بلقطة ويسجل بعودة الكرة ومن ركلة الجزاء يسجل هذه الطريقة وتعود المباراة 1-1. المباراة ستشتعل حاليا. يبدو بأن هناك أيضا تغيير آخر لعناصر الفور. يبدو بأن سيحة التغيير كرة مع ويسل وبعد الكرة ويسل عبد الكرة يعكس يسار زايد الكازمي. الكرة بتعود إلى عمر، الكرة بتعود إلى عمر بشكل ممتاز. الكرة من سعدون، كرة تمشي ممتازة قطعت الكرة بشكل أفضل من عناصر ناصر الإسلام صالح محمد، عناصر شقرة التي تقاتل والتي استطاعت العودة بعد خطأ تسبب به أو سببه اللاعب المتميز أمين الإسلام. الكرة ممتازة، النقلات البينية ما بين اللاعبين 1 على 1. أمين مشاش ينطلق، أمين مشاش ابن الأرض ابن الدار ابن البلد بكل تأكيد الذي يبحث. وفي هناك تمييز، هناك تمييز أبدو بأن دخول وائل خالد وخروج الخضر المنصور. دخول وائل خالد وخروج ايضا الكابتن الخضر المنصور الذي قدم مستوى رائع. القتال حتى اشعار اخر، القتال حتى اشعار اخر. حارس المرمى يتدخل وحارس المرمى يتدخل كثيرا وكثيرا جدا. اذا لا زالت هناك الهندسه الابداعيه من حيدر واقص في الابداع دائما وابدا. الكره تلعب ممتازه، لعبت 1-2 عادت خوراويه تمشي الكره ممتازه 1 على 1. وصلت الكره قطعت ابناء الشقراء يعودون بكره سريعه يمدون بكره خطيره للفنان عارف شكري لكن لا يحضر عليها عارف. توصل الكره بالشكل المطلوب لكن الى اين يستطيع طبعا يا فضل. الشوط الاول انتهى والشوط الثاني كان مليئا بالاهداف، مليئا بالاثاره، مليئا بالمتعه، مليئا بالقوه، مليئا بالتمييز، مليئا بالاسرار في كرة القدم في بطولة الناصر الرمضانية، البطولة الأجمل والأفضل. حتى الآن الحوار يستمر والحكاية تستمر. مسلقة الشقراء بخارج الحدود، هذه الخطوط 18 ضعيف. حوارات كبيرة بين الحكم، حوارات مع الحكم على اللاعبين ولاعبين آخرون. عبد الرحمن ولاعبين آخرون لاعبين متميزة. هذه كل تأكيد عابد الإسلام، عابد الذي كيف عبد الرحمن؟ كرة جميلة يلي أن يصنع كرة طويلة يلي سلام يا سلام يا سلام على استكمال. ولكن منير كان مراقبا ومحاصرا بلاعب العدد يقترب الخطر على ابن اخوه المكسر، يقترب الخطر على ابن اخوه المكسر في هذه اللحظات وفي هذه اللحظات بكل تاكيد. هناك حوارات كبيره ايضا مع الكابتن المتميز سعدون ومع سيد اللقاء خالد العزيزي. نرجو احترام قرار الحكم كيفما كان، هكذا لابد ان يكون حوارات وهناك اعتماد استياء من قرار الحكم، لكن قرار الحكم سيكون نافذا لا رجعة فيه. غير ذلك هو تقسيم فقط للوضع. لذلك الدار اصفر، الدار اصفر لسعدون. سعدون كرت اصفر في هذه اللحظات. حوار لا زال قائم وحذر من هذه اللقطة أن تنهي آمال وأحلام ابن أخوه المكسر. إذا مرت في الأمور طيبة هكذا يرددون بلسان حالهم ابن الخور. إذا مرت في الأمور طيبة لأنها يبدو بأنها أخطر من ركلة الجزاء ذاتها، خاصة عندما يقف خلف هذه الكرة عارف شكري وقت الروتيل عابد منير. تخيل معي هذه الأسماء جميعها تقف خلف الكرة، هذا عبث كروي أن تقف كل هذه الأسماء خلف هذه الكرة. لابد أن يكون هناك تعديل في كم يقف خلف الكرة. انظر إلى أرقامهم
كأنك تشاهد أجزاء برازيلية سابقة، كأنك تتابع ألوان برازيلية سابقة. اكتملت يا ولدي، اكتملت يا عابد، اكتملت يا منير، يبدأ الحوار ما بين عابد وما بين وجدي، لكن يبدو بأن وجدي له الأفضلية، لكن عابد يرفض ذلك. كان وجدي له الأفضلية. التصويب بوم يا مجرم، يرسل بكرة لكنها تتطم، لا تعود إلى مرة أخرى الوراء. المرتدة يا أبناء الخور، المرتدة يا أبناء الخور. ينطلق الهدف خالد النفعي، ولكن الأوفسايد كان واضحا وحاضرا وموجودا معك يا سيد خالد. أمين قشاش لابد أن يتحرك بشكل وبآخر، لابد أن يغير في المعركة مثل ما يغير الأبطال في معاركهم. اسأل عني سيف يسن، امشي بكرة ممتازة، استلام للفنان المراوغة والعبور، المتعة من علي عادل. علي عادل يريد أن يكون عادلا في هذا اللقاء، لكن حتى الآن يتوقف معه العدل في هذه الأمسية التي تمثل مباشرا يا سادة، تمثل مباشرا عبر قناة اليوتيوب. أنا أعلم تمثل أيضا عبر الفيسبوك، لأن هذا الشعب كله عبر الفيسبوك. اليوتيوب حتى هاي الشعب اليمني كله فيسبوك، لانه ميسر وسهل الوصول. يتبث عبر القناه في الفيسبوك وعبر قناه اليوتيوب بطوله الناصر للشباب، قناه الناصر الشبابيه عربيه. يبدو هكذا هو الاسم الحقيقي الذي سيرافق البطوله ان شاء الله، وسيتم بثها صوتا وصوره. الكره تلعب لمصلحه الخور في شوط اخر، لابد ان تتغير الحكايه، يتغير الحوار، ينطلقون فيها، يريدون ان يقدمون اهدافا اكثر، يريدون ان يسجلون معركه لا تقبل القسم على اثنين. خور مكسر وشكرا ضيفين عزيزين في بطوله الناصر الرمضاني. في قناة الناصر الرياضية الشبابية التي تبث عبرها القناة الحاضرة في البث المباشر يا سادة، طبعا بالاشتراك مع قنوات قناة من السنوات، 13 سنة من العطاء، 13 سنة من المعاناة، 13 سنة من البث. يا سلام يا سلام يا شكرا عندما يعودون. عود يا شكرا، خور مكسر لا يستسلم، يقاتل يقاتل يقاتل، يسقط امين حشاش. انها معركة الكبار، انها لا يتوقفون، ينطلقون بكل ما لديهم من قوة، لكنها الى خارج ارضية الملعب، الى خارج ارضية الملعب في هذه الامسية يا سادة، الى خارج ارضية الملعب يا سادة. شكرا لطاقم التحكيم الذي وفق والذي يوفق حتى الان في ان يكون به الشكل المتميز والشكل الكامل. ركنية منير، يا منير، أنارت اللقاء، أنارت العطاء. منير يا منير، تحتاج إلى أن تنير هذه الليلة الجميلة، الليلة المنيرة، لكنها تغيرت في اللعب إلى خارج أرضية الملعب مرة أخرى. تعود في الجانب الآخر إلى ركنية لعناصر شكرا بدأوا يثبتون عليهم في الشوط الثاني. بداية الشوط الثاني كان أبناء الخور مسيطرين حتى سجلوا هدف، ولكن بعد أن جاءت ركلة الجزاء غيرت الامور، غيرت الحكايه، غيرت الامور، غيرت كل الامور. وهنا ركله في الجانب الايمن يا مساعد، يبتدئ الانسحاب يا مساعد. الكره تلعب في مكان ممتازه، هناك استقبال وطيران 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 وطيران. الكره المرتده ينطلق فيها 1 تو 1 الفنان خالد امام ملحمه كرويه مع ناصر شبورة. الفنان عابد يقاتل لهذا اللقاء ليظهر بالشكل الرائع والشكل الكبير. تنفذ التماس، تلعب ترويض الركبه، ممتاز الدرجه. عارف شكري، قوه بدنيه عاليه حاضره، تدخل فيها مره اخرى بالراس، ينتظر عاليا، ارتقاء كبير، دخل في عمرو بشير مرة أخرى يا ولدي. الله راسيات، هنا راسا وهناك صدر، هناك لمسة وهناك قصة. أمين القشاش يريد الانطلاق من 2 من 3 مر من 4 مرر. الكرة تمشي، اكتملت الأوفسايد، هناك الأوفسايد فعلا يا خالد، لقد كانت الأوفسايد، لقد كانت الأوفسايد. وهناك حكايات وهناك حوار ما بين الحكم وما بين عناصر أخرى. يبدو بانهم يحتجون على قرار الحكم في الاوفسايد. الكره تمشي، يمكن لكم العوده الى تقنيه الفار عبر البث المباشر في قناه الناصر الرياضيه الشبابيه. الكره تلعب الى خارج ارضيه الملعب،
اصابت احد عناصر خور مكسر واللاعب المدافع المقاتل عمر القرن الذي يقاتل بكل تاكيد. سلامات يا عمر، تعاني في يديك وتعاني في اقدامك وتعاني في كل جسمك. سلامات، سلامات لك ايها اللاعب المقاتل، ايها اللاعب المخضرم. سلامات لكل لاعب يلعب في هذه الامسيه، سلامات لجماهيرنا الرائعه، سلامات لمحبين كره القدم، سلامات لمتابعين بطوله الناصريه، سلامات لعشاق هذه الليله. دخول اللجنه الطبيه بقياده السيد عمر الدماني الذي كان حاضرا معنا في هذه الامسيه الرائعه من اجل الاسعافات الاوليه. الملعب هو الملعب الوحيد الذي بجانب الامن وبجانب المستشفى تحتاج السن ولا تحتاج العنايه المركزه. كل الامور امامك مظلمه، كل الامور امامك مغلقه، لا مجال للتفكير ولكنها خدمات رائعه بكل تاكيد. نتمنى السلامه. الشوط الثاني وتابعنا هدف بهدف، هدف بهدف هنا وهناك بكل تاكيد. مرة ونذكر بالنسخ السابقة، مرة 3 نسخ كان بطلها في النسخة الأولى فريق اتحاد العوادل او منتخب العوادل، وفي النسخة الثانية كان ايضا بطلها منتخب العوادل. في النسخة الثالثة جاء الطوفان وطوفان الاقصى كان بطلا من غوديا ليحقق الثالثة. اما الرابعة فمعركتها اكبر وحكمتها اكبر ودعمها اكثر وجوائزها اكبر بكل تاكيد. فمن يستطيع النصر ومن لا يستطيع. خور مكسر وشبرا، حكايه هذا اللقاء، حكايه هذه الامسيه، حكايه هذه المتعه. كره من ودي الصاروخيه يا ودي، هذا ما كنا نبحث عنه منذ سنوات، بل منذ دقائق، بل منذ ساعات. كيفما شئت نبحث عن هذه الكرات. الكره تعود للخوار بهذه اللحظه، تتصل عاليه، استلام بالراس، تغطيه مره اخرى، تعود وتروح معها عابد، وعابد يوقف كره، وعابد يعطي كره ممتازه الى منير الشقيقه في هذه اللقاء. الممتازين المتميزين بن يسرى تمثل مستوى كبير وخرافي رائع. تمشي الكره ممتازه حتى الان. شبرا بانها لم تعمل تمريرات، شبرا لم تعمل تمريرات، الكره تمشي ممتازه. المحاوله حتى اشعار اخر في مكان اجمل، في مكان اكبر. الكره تلعب باليسار ولكنها لا تصل الا في محاولات اخرى، لا تصل الا في محاولات اخرى. يريد المرور مر، يريد العبور عبر، يريد المرور مر. هل يستطيع استكمالها وائل خالد البديل؟ ولكنها الى خارج ارضيه الملعب. ركله ركنيه، ركله ركنيه في هذه اللحظات متابعينا في الشوط الثاني. ركله ركنيه متابعينا الفاضل. امين غشاش على التنفيذ، امين غشاش على التنفيذ. كره بالراس ولكن هناك راسيه عناصر الشغل تمنع ذلك. عارف شكري لمرتده، عارف شكري لمرتده سريعه، عارف شكري يسقط في هذه اللحظات، يحصل على خطا بعد تغطيه دفاعيه، بعد تغطيه دفاعيه من عناصر الخور في هذه الامسيه الكبيره الذي يقاتلون عليها، يقاتلون لاجل اسمك يا عدن، لاجل اسم الخور. كره ممتازه، يا سلام يا امين، يا سلام يا سلام. يمشي في امين يسلم، امين الامين، لكن تاخر في نقل الكره، تاخر في نقل الكره. كازم يمتلك خبره، كازم يمتلك خبره، وامين يمتلك اسرار، ويأثر الخبره من اسرار. الكره تخرج الى خارج ارضيه الملعب الى رميه تماس، الى رميه تماس. يريد الكازمي ان يراوح فيها، يريد ان يغير في حكايتها وقرار الحكم، لكن الحكم يحتسب خطا او يحتسب التماس لمصلحه عناصر الشعورة. 0-0 كانت نتيجة الشوط الأول، 1-1 هي نتيجة الشوط الحالي. الكرة بالراس تتحول فيها الكرة إلى خارج أرضية الملعب، يتغير فيها الحوار في هذه الأمسية الذي استطعنا أن نكون متواجدين معكم متابعينا الأفاضل. ليلة جميلة يبدو بأنها ستبدأ وستفتتح بطولة الناصر بركلات الترجيح. ما لم يكن للخور رأي آخر، ما لم يكن للرأي رأي آخر ولا الرأي انعكاس على كل أوفسايد. يا سادة حتى الآن لا أهداف، لا أهداف تضاف بعد فيديو بث مباشر.
فيديو بتباشر صورتم فيديو بتباشر فيديو بس. يا جماعة فيديو بتباشر. فيديو بتباشر. فيديو بتباشر. بتباشر. ما تسوي لها ليه؟ بلا مشجعين الجماعة كامل يا جماعة صلوا على النبي. وصافية لمصلحة العناصر التي تريد إلا بهذا هناك تغيير سيد خالد اليزيدي. ودون أرسلنا ممتاز على السبري.
والله ما في مسجل الهدف الاول. لا غيرك. الشوط الثاني من متعة النهاية وعليه الإسراء ومتعة الأداء الذي يبدو الجميع في الإسراء. والقامة والهامة يعني يتركون قامات كبيرة يقطعون الكرات العالية يقطعون الكرات العالية ولكنها سهلة لحارس المرمى الذي يسجل كثيرا. شو يا أنها مباراة من يقاتل أولا يسقط بالتشفية على التمارين يحصل على خطأ لكن يقول بأنها شبه حساسة وخطيرة على عناصر الشقراء بالألوان الصفراء الذين يحضرون في هذه الأشياء وفي هذا اللقاء وفي هذا الاستاد بشكل وبشكل آخر. صعدين الذين يقدر محافظة في ضرب المباراة صعدين اللاعب المتميز الذي لعب وحده هذا اللاعب الجلال ولعب العديدة تمثيلية وقريبة في كل تأكيد وأكثر من لحظة كبيرة. في مجالنا يسجل هدفا بزمن سليم بكل تأكيد استطاع الحول أن يحقق الانتصار ويحقق النصر بكل أمسية كبيرة وأمسية رائعة وأمسية متميزة يتميز في صناعة هذا الحدث وصناعة هذا النصر هدف يحيي عناصر الحول يؤكد أهميتهم وآليتهم يؤكد توافقهم وتواجدهم. المجنون في هذه الأوصية المجنون في هذا اللقاء هو بنفس الله وبنفس الاسماء خالد النخعي مرة أخرى يزول الشباب الشقورة بل يكون صلاحها ويستخدم
فيديو بتباجر
شكرا لك يا البيضاوي التي كانت معنا، شكرا للجميع، شكرا لكل المشاركه التي كثيرا وتركنا من الكثير. ليس علي ان اتحدث بجزيل الشكر ايضا لمديريه النوبه باكملها بمثيلها وكل اعضائها بمشاركها وكل اعيانها على وقتهم التعاون، على وقتهم التسيير، على وقتهم التعاون. كما ايضا يسال بجزيل الشكر لاداره عرفان ومثلث بشكل الاسامي الذي كان ايضا معنا وحاضرا متواجدا في كل الاحداث. فشكرا جزيلا، شكرا لجميع الفرق المشاركه، شكرا للعيون الساهمه، شكرا لكل مشاوير مع العدد، مشاوير اي مكان. اكرم موجود، مشاوير اي مكان. سيبها فرصه، هنا موجود فرصه. هذا رويشان صغير، والله رويشان صغير. الكلام هو كله بالبدر باشا. عملت اعلان لله.